بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عاملين إيه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال دايما يا رب. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا كلنا نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. ده تركيبتي الأمامي بتاع عربية ان 300 اللي هي الفان. أنا كنت منزله قبل كده بس أنا بنزله دلوقتي ليه؟ عشان أوريكم الطنابير بتاعت العربية دي لا تصلح، بس هو مثلا كل زبون يعني الله يكون في عوننا جميعا. فهو كان مضطر إن هو يركب تيل ضروري دلوقتي على الطنابير الخلصانة دي عشان خاطر يعني عقبال ما يبقى جايب لها طنابير. فهي التوعية من الفيديو ده ان لما تكون الطنابير زي ما انت شايفها كده رايحة، وبالذات تشوف بتاعة اليمة التانية، لازم أن تغير الطنابير. او يعني لو فيها لحمية ممكن تتمسح، بس عايزة خراط فنان. زي ما انت شايف الطنابير تحس انها مبرية. طبعا بقوم جاي حاطط فردة تيل واحدة جديدة ورابط المسمار من فوق مشبطه وبالمفكات زي ما انتم شايفين كده. وبكون بقى محرر الخرطوم بتاع الباكم كله، هتشوفوه في اليمة التانية. رجعت البستم طبعا، بقوم جاي داخل بلقمتين التيل الجداد ومركبه. بفضل الله اسهل مما يمكن. بس ركز انت في الفيديو واعمل اعجاب واشتراك ولايك وكومنتك الجميل ومشاركة، هتلاقي نفسك حفظت الفيديو كويس. بعد ما قفلت التيل طبعا برجع الخرطوم مكانه وبحط التيلة بتاعته. ركبت التيلة بقى بربط المسمار. بيبقى المسمار مخه 13، والحتة اللي جوه مخ المسمار التاني عشان تمسكه ما يلفش اللي هو البنز 15. يعني بتبقى عايز مفتاحين 13 و15 ومفك وبنس عشان التيلة. انا بوريكم التنبورة وبوريكم التين. ولازم الحتتين السوست بتوع التيل يكونوا راكبين زي ما انتم شايفين، وقلت لكم الطنابير عامله ازاي. مفيش رقه خالص لدرجه ان فيها حته مكسوره. عملت شفه وفيها حته مكسوره. فنصيحه لوجه الله، واحنا كلنا اخوات. طنابير زي دي ما ينفعش تركب على تيل جديد عشان ما تبهدلوش، لان هي ما فيهاش رقه اساسا خلاص. يعني شايفين الكسر ده؟ طبعا الجنب التاني بوريكم بقى ازاي بالملي كده بحل المسمار. طبعا زي ما انتم شايفين المسمار ده اول حاجه بحلها، ارجع البسم سنه كده. بعدين بقى بقوم جاي حلل التيله، شايل التيله بمفك وبنسه كده اللي هي بتاعه الخرطوم عشان البسم يتحرر معايا كله ويرجع. والله بفضل الله انت لو عايز تعمله انت بايدك هتعمله، لان بفضل الله مفيش اسهل من كده. غير التيل الخلفي ممكن بيبقى صعب شويه عشان عنه، يعني بالنسبه لك عشان في سوست. يعني بالنسبه لنا احنا بفضل الله مننا يعني ايدينا في المهنه بفضل الله طبعا، عارفين السوست والكلام ده. بقوم جاي حاطط لقمه تيل جديده. وخلي بالكم من السوست اللي هي بتبقى في التيل دي لازم تبقى عامله ضغط على التيل. واقوم جاي مشبط المسمار جايب المفكين زي ما انتم شايفينها كده بعدلها عشان تبقى عامله ضغط على التيل. بشبط المسمار واجيب المفكين واقوم جاي عامل له قرصه، مرجع البستم كله. بالله عليكم يا جماعه التقدير، تقدير في اي ميديا تلاقوا فيها الفيديو التقدير، متابعه اشتراك لايك مشاركه كومنتك الجميل، مش هتخسر حاجه بجد. ان شاء الله تستفيد وتفيدني. رجعت انا البسم كده للاخر. واقوم جاي بقى بعد ما ارجع البستم للاخر بجيب فردتين التيل، يعني بجيب الفردة التانية واركبها واتاكد ان السوست بتاعت التيل عاملة ضغط على البستم.
عامله ضغط ازاي؟ ان انا بزق الخزنه عشان تشبط في المسمار كده، هي عامله ضغط وتمام. اربط مسماري واحط التيله بتاعتي، وكل سنه وانتم طيبين. التقدير بالله عليكم يا اخواتي. ان شاء الله كل يوم فيديو جديد توعيه لاي حد مع عربيه او راكب عربيه او صاحب عربيه، ان شاء الله، ان شاء الله بمشيئه الله. وكل سنه وانتم طيبين. ويا رب تستفيدوا فعلا من اي فيديو انا بنزله بفضل الله.